السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم صوبت كيكة بلا دقيق وبلا زيت، غير بثلاثة المكونات. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فأول حاجة غادي نبدا بها، أنا عندي واحد لو بول، درت فيه واحد القبصة من الملح أو رشة من الملح. عندي 3 البيضات بدرجة حرارة المطبخ. عندي كأس مع عامر ديال السكر سنيدة أولا السكر الأسمر، أنا استعملت السكر الأسمر. وعندي نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، يمكن أنكم تستعملوا ساشي ديال الفانيلا. غادي نضرب مزيان من الخلاط الكهربائي حتى يتجانسوا العناصر مع بعضياتهم ويتضاعف الحجم ديال الخليط اللي عندي. فغادي نخلط مزيان مزيان فكيتضاعف الخليط عندي وكيبيض، كيولي لنا بحال واحد الكريمه بهذا الشكل هذا. صافي غادي نحبس التضراب. غادي نضيف 2 كيسان ديال بودرة اللوز اولا بودرة داموند. كل كاس كيهز 150 ملغ، يعني العبار بكاس ديال العنبه ولا كاس البلار بهذا الشكل هذا. وغادي نعاود نخلط مره اخرى. الضراب الكهربائي ممكن هنا تخلطوا غير بالسباتيولا اولا بالضراب اليدوي. فغادي نعاود نخلط واحد المره اخرى. صافي الخليط ها هو وجد. هنا كنكون سخنت الفرن على درجة حرارة 180، النار من التحت ومن الفوق. غادي نديرها في المول اللي يدخل الفران. فغادي ندير واحد المول دائري، ان هاد الكيكه ما فيها لا خميره لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. صافي غادي ناخذ المول اللي دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي كامل. يا هاد الكيكه هادي ما كتجيش طالعه، كتجي هابطه، يعني السمك ديالها كيجي صغير ما كيجيش كبير. كنهبط الخليط بهذا الشكل هذا. غادي ندخلها للفران على درجة حرارة 180 كما سبق وذكرت مدة 25 دقيقة. الكيكة ديالي من بعد ما طابت كتجي بهذا الشكل هذا. خليتها تبرد وغادي نبدا نزينها بالسكر كلاصي. ممكن انكم تستغناو على هذه المرحلة، انكم تستغناو على سكر كلاصي الا ما كتبغوش بزاف الحلاوة. غادي نقطعها باش تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش جا داير. فكنكون هنا خليتها تبرد مزيان مزيان، عاد ندير فيها، عاد نزينها بالسكر كلاصي ونقطعها. فكتجي في هذا الشكل هذا. فكتجي هاد الكيكه خفيفه ومعلكه في نفس الوقت. كنتمنى انكم تجربوها. هذه كيكه اسبانيه. كان ننصحكم انكم تجربوها. كتجي في هذا الشكل هذا، كتجي رائعه بنينه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.